صدمت الفتاة عندما رأت أن عائلة زوجها الفقير تستخدم سيارة فاخرة بمليون دولار لنقل السمك، وعندما دخلت المنزل كانت أكثر دهشة عندما رأت طاولة مليئة بالطعام اللذيذ. تذوقت بشكل عابر قطعة من الأبالون ووجدتها أفضل مما أكلته في فندق 5 نجوم. في تلك اللحظة بدأت الفتاة تشك في أن زوجها الفقير ليس بسيطا كما يبدو. كانت الفتاة في الأصل وريثة غنية، ولكن بسبب احتقار زوجة أبيها لها غادرت المنزل. أثناء العمل ساعدت بالصدفة رجلا كان يتعرض لمؤامرة احتيال. قبل أن يتمكن الرجل من سؤالها عن اسمها كانت الفتاة قد غادرت بالفعل. بعد لحظات أرسلت زوجة أبيها حراسا لإعادتها إلى المنزل. السبب الوحيد الذي جعل زوجة أبيها تريدها العودة هو أن أختها غير الشقيقة كانت مخطوبة لعائلة فقيرة، لذا قررت زوجة أبيها أن تزوج الفتاة بدلا من أختها غير الشقيقة. بهذه الطريقة يمكن لأختها غير الشقيقة أن تتزوج من عائلة غنية أخرى بدلا من ذلك. سرعان ما جاء يوم زفاف الفتاتين، رأت الأخت غير الشقيقة سيارة فاخرة تصل لاصطحابها، بينما أرسل عريس الفتاة سيارة قديمة ومهترئة فقط. سخرت الأخت غير الشقيقة بغطرسة من الفتاة، لكن الفتاة لم تهتم وركبت السيارة بهدوء. عندما وصلت الفتاة إلى منزل زوجها طار ديك صغير فجأة من الباب، مما أفزعها لدرجة أنها تراجعت بسرعة. استقبلتها والدة زوجها بحرارة ودعتها للدخول. في تلك اللحظة عاد زوج الفتاة إلى المنزل على دراجة هوائية. نظر الاثنان إلى بعضهما البعض وتعرفا على الفور على بعضهما البعض. اتضح أن زوجها هو نفس الرجل الذي ساعدته من قبل. كان الرجل سعيدا للغاية لرؤية أن زوجته هي نفس الفتاة الطيبة. فقط بعد أن ذكرته والدته تذكر أن يعطي الفتاة هدية اللقاء. لاحظت الفتاة قشور السمك لا تزال عالقة بالقماش الأحمر وشعرت ببعض الإحراج، ولكن عندما فتحته صدمت عندما وجدته مليئا بالأساور الذهبية. عند رؤية المجوهرات بدأت الفتاة تتساءل عما إذا كان زوجها يبيع السمك فقط. أوضحت لها حماتها أن عائلتهم كانت مزارع سمك لعدة أجيال، ثم عرض عليها زوجها أن يأخذها لرؤية مزرعة السمك الخاصة بهم. كانت الفتاة مذهولة عندما اكتشفت أن مزرعة السمك الخاصة بهم تغطي جبلا بأكمله. شكر الرجل زوجته مرة أخرى لمساعدته من قبل وقدم لها بطاقة بنكية تحتوي على مليون دولار كمصروف جيب. أدركت الفتاة أخيرا أن زوجها كان في الواقع أكبر مزارع سمك في المنطقة. في هذه الأثناء لم تكن أختها غير الشقيقة التي تزوجت من عائلة غنية كما أرادت تعيش حياة سهلة. عوقبت فاصل أنها أمت بتدليك حماتها بضغط خاطئ. حذرتها حماتها أنه إذا لم تتصرف بشكل جيد سيتم قطع جميع الأعمال مع عائلتها. لم يكن أمام الأخت غير الشقيقة خيار سوى التصرف بطاعة ومحاولة إرضائها. في المنزل الآخر دعا زوج الفتاة لحضور مأدبة كبيرة. مرتدية ملابس عملها البسيطة بدت غير متناسبة تماما بين الضيوف الفاخرين. في اللحظة التالية وصلت أختها غير الشقيقة مع زوجها الثري. أدعت بغطرسة أن الفتاة كونها مجرد زوجة صياد ليس لها الحق في حضور مثل هذا الحدث النخبوي. أمرت الحراس بإخراج الفتاة فورا خوفا من أن تتدخل في صفقتهم التجارية مع عملاق مزارع السمك. لكن في تلك اللحظة وصل زوج الفتاة في الوقت المناسب.